السلام عليكم. تعالوا النهاردة كده نعمل مع بعض كرواسون بطريقة سهلة جدا وبسيطة وهيعجبكم جدا. شايفين بقى كده الجمال؟ شايفين يا ولاد الحلاوة والطعامة بجد رهيب؟ شايفين بقى كده من جوه مورق ازاي؟ دي انا حشيها كده بحشوة الشوكولاتة، وعاملة شوية تانيين سادة من غير حشو خالص. بدعوا بقى كده في الحشوة زي ما انتوا حابين تحطوا شوكولاتة جبنة اي حشوة انتوا حابينها. ان شاء الله كده تجربوه ويطلع معاكم بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا بينا على طول ندخل على الطريقة، بس لو أول مرة تشوفوني أنا أسماء شاور ودي قناتي، ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تحطولي لايك. أول حاجة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أول حاجة كده هجيب معايا كوباية من المية، مية عادية خالص من الحنفية، بحطها كده في المج بتاع الشاي العادي. حطيت كده المية في الطبق اللي انا هعجن فيه، معايا كمان 3 معالق كبار كده من السكر. هحط عليهم كمان معلقة كبيرة من الخميرة ونص معلقة كده من الملح. هقلبهم مع بعض كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده لحد ما كل حاجة تدوب مع بعضها بالشكل ده. بعد كده هنزل بنص كيلو من الدقيق، نص كيلو يعني 4 كوبايات، بنفس المج اللي انا معايرة بيه المية. هقلب الاول كده بالمعلقه لحد الدقيق كده ما يختلط معايا بالميه، وتبدا العجينه كده تتلم معايا كده وتكور. بعد كده هشيل المعلقه وابدا اعجن بايدي، بس الاول بقلب بالمعلقه كده علشان العجينه من الاول كده ما تلزقش في ايدي وتغلبني. هاجي هنا بقى هلاقي كده لسه فاضل دقيق معايا كده ما تلمش، هبدا ازود شويه ميه صغيرين خالص كده بالتدريج. انا ضفت في الاول كده كوبايه ميه بس، علشان طبعا كل نوعيه دقيق بتختلف عن بعضها، في نوعية بتحتاج مية وفي ما بتحتاجش، فاحنا بنحط كوباية مية واحدة بس، وعلى حسب بقى العجينة معاكي هتحتاج مية تاني او لأ. فبزود كده المية بقى كده بالتدريج معلقة بمعلقة كده لحد العجينة ما تبدأ تتلم معايا ويكون ملمسها معايا ناعم كده. بعد العجينة ما اتلمت معانا زي ما انتوا شايفين كده، هبدأ اضيف لها بقى 4 معالق كبار من الزبدة، ممكن تستبدليهم بزيت او بسمنة، المتوفر عندك ضيفيه. هبدأ أعجن كويس جدا بقى كده، وأشرب العجينة بقى الزبدة اللي أنا ضفتها كده كويس جدا. في المرحلة دي لازم نعجن كويس جدا كده لحد العجينة ما تبقى ناعمة وطرية معانا كده، بس طرية مش بتلزق. هي بتاخد معانا عجن شوية كده حوالي 10 دقايق عجن كده، علشان العجينة تطلع معانا بالملمس الناعم اللي انتوا شايفينه ده. بعد العجينة ما عجنتها كويس جدا وخدمتها كويس جدا في العجن، احطها بقى في كيس كده وادخلها الفريزر حوالي نص ساعة عبال ما احضر معايا الزبدة. لو هتتأخري في فرد العجينة ووراكي مثلا حاجة هتعمليها وكده، فالعجينة حطيها في التلاجة مش في الفريزر. اما انا مش هسيبها اكتر من نص ساعة، وهطلعها على طول، يعني مش عايزاها تتجمد، تكون ساقعة قوي وخلاص. جبت بقى معايا هنا 200 جرام من الزبدة، وانا استخدمت هنا زبدة مارجرين. الزبدة دي بسيبها بدرجة حرارة المطبخ عادي لأنها مش بتسيح زي أي زبدة تانية. دي زبدة توريق، فهي أصلا ما بتتحطش في التلاجة لأنها بتبقى بدرجة حرارة المطبخ، بتبقى متماسكة مش سايحة. فأنا هاخدها كده أحطها في كيس كده، وهبدأ أفردها بقى كده بالنشابة علشان تعمل معايا زي مستطيل كده. علشان المستطيل اللي أنا هفرده بالزبدة ده هاخده كده وأحطه في نص العجينة. طبعا بعد ما بفرد الزبدة كده ما ينفعش استخدمها كده على طول، علشان هتبقى لازقة معاكي في الكيس، فانا بدخلها الفريزر كده علشان تبقى متماسكة كده وتبقى قطعة واحدة، واعرف اطلعها من الكيس اللي انا حطاها فيه. خلاص انا كده خلصتها فرد بالشكل ده. هدخلها بقى كده الفريزر، وهنا بعد ما طلعت من الفريزر وبقت متجمدة معايا، ببدأ اشيلها كده بقى، بقطع الكيس كده بالمقص علشان اعرف اطلعها. هي ما بتاخدش وقت خالص في الفريزر، يدوبك 10 دقايق بتكون اتجمدت معايا. طلع بقى الكيس كده زي ما انتوا شايفين. وهنا بقى علشان هي اصلا متجمده معايا وكده في الفريزر، فانا بطلعها كده اتقسمت نصين، فمش هيجرى اي حاجه عادي. طلعها بقى كده بالراحه علشان ما تفتفتش معايا. بعد ما فكتها زي ما انتوا شايفين بدخلها بقى التلاجة كده علشان تفضل كده متماسكة معايا عبال ما افرد العجينة. هنا العجينة طلعتها من الفريزر بعد نص ساعة، وهبدأ افردها كده ورش رشة دقيق كده على الرخامة. طبعا العجينة مش بسيبها تخمر خالص، يعني اول ما بعجن واخلص كده بدخلها على الفريزر على طول.
عجينة الكرواسون ما بتخمرش غير هي مرة واحدة بس بعد التشكيل كده. العجينة دي كمان ممكن تعجنوها كده وتبيتوها في التلاجة لتاني يوم لو انتوا حابين تعجنوا في يوم وتشتغلوا في يوم تاني، بس طبعا بتبات في التلاجة مش في الفريزر. انا بحطها في الفريزر لو هتقعد نص ساعة بالكتير قوي، ما بزودش عن كده علشان طبعا ما تجمدش معايا. هنا بقى فردت العجينة زي ما انتوا شايفين، وهجيب بقى كده الزبدة بتاعتي واحطها كده في نص العجينة وابدأ اقفل عليها، العجينة تبقى متقفلة على اخر الزبدة زي ما انتوا شايفين كده. هاخد كده الاربع جناب بالشكل ده واضغط بقى كده كويس جدا علشان تقفل على الزبدة بالشكل ده. هضغط كده بايدي كويس جدا علشان العجينة تلحم في بعضها. طبعا انا مطلعه هنا الزبدة ماسكة جدا ومتجمدة، فما ينفعش افرد دلوقتي. انا العجينة كده هديها رشة دقيق كده واسيبها على الرخامة واغطيها لحد الزبدة بتاعتي ما تاخد درجة حرارة المطبخ، علشان طبعا لو جيت افرد دلوقتي الزبدة مش هتمشي معايا في العجينة لانها متجمدة. هسيبها بس كده حوالي 5-6 دقايق علشان بس الزبدة تاخد درجة حرارة المطبخ واعرف افردها، وطبعا لازم نغطي العجينة علشان متشققش معانا. خلاص كده بعد ما ريحت العجينة حوالي 5 دقايق كده وكمان الزبدة خدت درجة حرارة المطبخ معانا، هبدأ افردها بقى كده من جوه على بره علشان الزبدة بتاعتنا تبدأ تتوزع معانا كده في العجينة وتتفرد معانا. هفردها بقى بالشكل ده كويس جدا كده، مسيبش اي حرف معايا يكون تخين. هبدأ اشيلها كده، وطبعا كل شوية تديها رشة دقيق كده علشان العجينة ما تلزقش معاكي، اما ترشيلها رشة دقيق تبدأ تتفرد معاكي بسهولة. وطبعا هنا العجينة مش محتاج ان انا كل شوية ادخلها التلاجة بين كل فردة والتانية، علشان الزبدة بتاعتنا زي ما قلتلكوا بتقعد بره التلاجة عادي مش بتسيح، فمش محتاج ان انا اريح العجينة كده في التلاجة. بعد ما فردت العجينة ببدأ أتنيها كده من الجنبين زي ما انتوا شايفين، وبضغط عليها كويس جدا كده علشان العجينة تلحم في بعضها، وهرجع أفردها تاني بالشكل ده. وطبعا لازم أرشلها كده رشة دقيق علشان العجينة تبدأ تتفرد معايا كده بسهولة ومتلزقش معايا في الرخامة، بس طبعا مش بنكتر الدقيق، يعني رشة بسيطة كده. هنفرد بقى كويس جدا زي ما انتوا شايفين، باخد طرف طرف كده وابدأ امشي عليه النشابة كويس جدا. هدير بقى على الجنب التاني التخين ده برضو وابدأ امشي عليه كده برضو النشابة لحد ما يتفرد معايا كده. انا بفرد من جوه على بره علشان الزبدة تبدأ تتوزع معايا كويس جدا جوه العجينة. هرجع بقى كده واتني العجينة تاني، هتنيها من الجنب ده كده واتني الجنب ده عليها بالشكل ده. وبعد كده بقفلهم على بعض، يعني بعد ما تنيتهم كده باخدهم بقى كده واتنيهم على بعض كده زي الكتاب كده، اكنه كتاب كده مفتوح وانتي بتقفليه. طبقتهم كده يعني يعتبر 4 طبقات فوق بعض. هسيب بقى كده العجينة ترتاح شوية علشان طبعا بعد ما طبقتها كده بقت العجينة قاسية شوية، فاما اجي افردها هتغلبني شوية، فلازم اسيبها حوالي 5 دقايق تريح معايا وبعد كده هرجع افردها. وطبعا هسيبها تريح كده على الرخامة. زي ما قلتلكوا ان الزبدة بتاعتنا مش بتسيح، فانا مش بدخلها التلاجة، تختلف عن الزبدة اللي بتسيح وبتحتاج انك تدخليها التلاجة. هرش رشة دقيق كده تحت العجينة علشان لما افردها تتفرد معايا كده بسهولة. ودي اخر فردة معانا كده، هبدأ اقطع بقى العجينة على طول. ركزوا بس كده في العجينة انا بتنيها كام تانية، علشان لو بقت التانيات ازيد من كده العجينة هتتقطع منك والزبدة هتطلع معاكي. زي ما انتوا شايفين كده العجينة بتتفرد معانا بكل سهولة، ولا العجينة اتقطعت ولا الزبدة طلعت ولا اي حاجة. العجينة معانا حلوة جدا زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ اعملها بقى كده مثلثات بالشكل ده كده على قد الكرواسون بتاعنا. حابين تصغروا او تكبروا التقطيعة براحتكم جدا. هقطعها بقى كده، هتعمل معايا حوالي 14 قطعة. انا هعمل نصهم كده شوكولاتة والنص التاني كده هعمله سادة، وزي ما قلتلكم ممكن تحشيه جبنة زي ما تحبي. هبدأ اجيب بقى كده قطعة شوكولاتة واحطها كده في العجينة والف زي ما انتوا شايفين، واشد بقى كده العجينة علشان تعمل معانا طبقات كتير. القفل بتاع العجينة كده اللي انتوا شايفينه ده بيكون كده في أرضية الصينية علشان ما يفتحش معانا بعد العجينة ما تخمر. هجيب برضو واحدة تانية كده واحط فيها قطعة شوكولاتة وابدأ الف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده،
وشدي بقى كده العجينة، مفيش اسهل من كده. شايفين شكلها قمر قوي. انا هعمل كده 7 وحدات بالشوكولاتة، والسبعة التانيين هسيبهم سادة. لو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو كده ما تنسوش تحطولي اللايك، علشان اللايك ده بيرفع معايا الفيديو ويوصل لعدد كبير من الناس، وكمان كومنتاتكم الحلوة بتفرحني جدا وبتشجعني ان انا اكمل معاكم. طبعا المشاهدات ضعيفة جدا في القناة، فبيجي عليا وقت كتير ان انا ما بكونش عايزة اصور اصلا، فشجعوني بقى كده علشان اقدر اكمل معاكم. عندي وصفات كتير حلوة جدا ونفسي كلها اعملها معاكم، بس طبعا مش لاقية تشجيع ان انا اتحمس كده واقوم اعمل، فحطولي بقى كده لايك وكومنتات كتير كده شجعوني علشان اقدر اكمل. خلاص زي ما انتوا شايفين كده بقى انا خلصت اللي هما بالشوكولاته، حطيتهم في صينيه كده لوحدهم، وطبعا بسيب بين كل واحده والتانية مسافه علشان ما يلزقوش في بعض، علشان طبعا لسه هيخمروا حجمهم هيتضاعف معانا. هاجي بقى كده اعمل الساده، بلف كده على طول واشد بقى العجينه كده علشان تعمل معانا كده طبقات كتير، واحطهم كده في الصينيه واسيب بين كل واحده والتانية مسافه. بعد ما بلف العجينه بقى واحطها في الصينيه كده بسيبها تخمر معايا حوالي ساعه كده لحد حجمها ما يتضاعف معايا. طبعا وقت التخمير بيختلف من الصيف والشتاء، في الصيف ممكن يقعدوا معانا اي ساعة، في الشتاء ممكن من ساعة ونص لساعتين على حسب ما يتضاعف حجمهم معاكي. هنا بعد الكرواسون بتاعي ما خمر معايا، هجيب بقى كده صفار بيضة علشان ادهن الوش، هحط عليهم كده معلقة لبن، وهجيب كمان معلقة عسل او معلقة سكر كده صغيرة، وهبدأ اقلبهم كويس جدا مع بعض بالشكل ده، وهدهن بيهم الوش كده زي ما انتوا شايفين. الدهان اللي احنا بندهن بيه الوش ده بيدي لون حلو جدا للكرواسون زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو كده. هسخن بعد كده الفرن كويس جدا كده لمدة 5 دقايق، وبعد كده هدخل الكرواسون بتاعي الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، بولع من تحت بس. اول ما تلاقيهم كده خدوا لون من تحت كده واحمروا، بهدي النار خالص من تحت شمعة، وبعد كده بولع من فوق الشواية علشان ياخدوا لون حلو من فوق. بيقعدوا معايا في الفرن حوالي من 20 ل25 دقيقة، بيكونوا بقى كده استووا وخدوا اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. شايفين شكلهم طالع عامل ازاي؟ حلو جدا. دي بقى الصينية اللي بالشوكولاتة، هدخل بقى الصينية التانية السادة هدخلها الفرن وبعد كده هنشوفها مع بعض. هسيبهم بقى كده لحد ما يبردوا معايا تماما، وبعد كده هفتح واحدة معاكم كده من النص ونشوفها عاملة ازاي. شايفين بقى كده من جوه مفرغة وعاملة ازاي؟ بجد تحفة. دي كده اللي بالشوكولاتة، بجد طالع رهيب وطعمه كده تحفة، هيعجبكم جدا، جربوه. ودي الصينية التانية طلعتها هي كمان كده من الفرن، واخدة برضو لون حلو جدا كده من فوق ومن تحت كده زي ما انتوا شايفين. هفتح برضو معاكم واحدة كده من السادة دي كده ونشوف قلبها من جوه. شايفين مفرغة برضو من جوه كده وقمر طالعة تحفة. لا لازم تجربوه بجد بجد رهيب جدا. جربوه بقى علشان بجد يستاهل التجربة. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم باي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني في فيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.